السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. بداية نقدم التهاني والتزكيات لإمامنا صاحب العصر والزمان ولمراجعنا العظام وللعلماء ولكافة المؤمنين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وهي ذكرى ولادة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر المعروفة بفاطمة الكبرى وفاطمة المعصومة سلام الله عليها. السيدة فاطمة المعصومة ولدت في المدينة المنورة وتوفيت في مدينة قم، وهذا قبرها ومزارها إلى جانبنا ونحن نزورها إن شاء الله دائما. اتصفت السيدة فاطمة المعصومة بعدة صفات، منها أو إضافة إلى نسبها الحسيني العلوي الفاطمي، إضافة إلى هذا النسب اتصفت أولاً بأنها عالمة فاضلة محدثة، وحينما نقول بأنها محدثة يعني أنها كانت تحدث وكانت تروي عن آبائها عن أجدادها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك مجموعة من الرواة والأعلام كانوا يروون الحديث عنها. أنت الآن لو تراجع الكتب الحديثية تجد هنالك مجموعة من الروايات روتها السيدة فاطمة المعصومة بسندها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت لو تراجع هذه الروايات تجد أن روايات السيدة فاطمة المعصومة إن لم نقل كلها فأكثرها هي روايات عقائدية تتعلق بالإمامة وبالخلافة وبأحقية أمير المؤمنين سلام الله عليه بالإمامة وبالخلافة. لماذا؟ طبعاً عندها هنالك روايات أخرى تتعلق بأبواب الفقه وغيره، ولكن أكثر رواياتها هي روايات عقائدية. لماذا؟ لأنها عاشت في زمن كثر فيه الحديث عن المسائل العقائدية، عن الإمامة، عن الولاية، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنها عاشت في زمن حكام الدولة العباسية هارون الرشيد وابنيه. في تلك الفترة زاد النقاش وتوسع في المسائل العقائدية، لأن بني العباس كانوا يلقون إلى الناس بأننا نحن أحق بالإمامة من أبناء علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وجرت هنالك مباحثات ومناظرات كثيرة عقائدية. من الأحاديث التي روتها السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها حديث يعرف بحديث الفاطميات، وهو حديث عقائدي. لماذا سمي بحديث الفاطميات؟ لأن الذين رووا هذا الحديث بكافة طبقاته أولاً هن من النساء، وثانياً كل واحدة اسمها فاطمة، وثالثاً كل فاطمة هي بنت أحد الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. الرواية هكذا: عن فاطمة بنت الإمام الرضا، عن فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر وهي فاطمة المعصومة
عن فاطمة بنت الإمام الرضا، عن فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، عن فاطمة بنت الإمام الباقر، عن فاطمة بنت الإمام الصادق، عن فاطمة بنت الإمام زين العابدين، عن فاطمة بنت الإمام الباقر، عن فاطمة بنت الإمام زين العابدين، عن فاطمة بنت الإمام الحسين، عن سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء، عن رسول الله أنه قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وانصر من نصره، واخذل من خذل، إلى آخر الحديث، وأدر الحق حيثما دار. إذن السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها من رواة حديث الغدير، هذا الحديث المهم العقائدي الذي نبني عليه في نقاشنا وبحثنا في مسألة الإمامة مع المخالفين لنا. هاي الميزة الأولى. الميزة الثانية أن فاطمة المعصومة سلام الله عليها ذكرها جدها الإمام الصادق سلام الله عليه قبل أن تولد، ذكرها وذكر مكانتها وذكر قبرها، وذكر أيضا الأجر والثواب الذي يترتب على زيارتها. جاء مجموعة من المؤمنين ودخلوا على الإمام الصادق في المدينة المنورة وقالوا له: السلام عليكم، نحن من أبناء الري. فقال لهم: أهلا بإخواننا من أهل قم. فأعادوا عليه الكلام وقالوا: نحن من أهل الري. فقال لهم: أهلا أو مرحبا بكم، مرحبا بإخواننا من أهل قم. ثم التفت وذكر هذا الحديث الذي ذكره الأخ العريف عريف الحفل، ونحن لا بأس أن نعيده تيمنا بهذه المناسبة. فقال: إن لله حرما وهو مكة، وإن لرسول الله حرما وهو المدينة، وإن لعلي حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو قم، ستدفن أو تدفن فيه امرأة من ولدي أو من أولادي في بعض النصوص اسمها فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. هذا حديث ذكره الإمام الصادق قبل أن تولد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وذكر قبرها وذكر زيارتها والأجر والثواب الذي يترتب على زيارة قبرها. هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة أن السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها لها زيارة مخصوصة على لسان الإمام المعصوم، يعني قالها الإمام المعصوم. أنتم تعلمون أيها الأخوة هنالك زيارات صادرة من الإمام المعصوم، ولكن هنالك زيارات لم تصدر من الإمام المعصوم. فأنت الآن حينما تزور مثل رسول الله، تزور مثل أمير المؤمنين، الزيارات الخاصة والعامة للإمام الحسين سلام الله عليه، هذه الزيارات كلها واردة عن أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. بعض أهل البيت لم ترد في حقهم زيارة خاصة من المعصوم. منه مثلا السيدة زينب سلام الله عليها لا توجد لها زيارة خاصة من المعصوم، هذه عقيلة بني هاشم، وهذه العفيفة المخدرة، وهذه بطلة كربلاء، وهي شريكة الإمام الحسين في نهضة عاشوراء. لكن لما تقرأ التاريخ أنت الآن لا تجد لها زيارة مخصوصة
قد صدرت من الإمام المعصوم، ولكن هذا لا يعني بأن منزلتها هي أقل من منزلة السيدة فاطمة المعصومة، لا أبدا، لعله كانت لها زيارة ولم تصل إلينا، زين، وأتلفت كما تلف الكثير من التراث، أو لا أساساً لعله ليس لها زيارة صادرة من المعصوم أبداً. فهذه الزيارة التي أنت حينما تذهب إلى قبرها، إلى السيدة زينب وتزورها، هذه الزيارة لم تصدر من إمام معصوم، وإنما كتبها ووضعها بعض الأعلام وبعض العلماء. لا توجد زيارة خاصة صادرة من المعصوم للسيدة زينب سلام الله عليها. الآن قد واحد يسأل: وهل يمكن أن نزور المعصوم أو نزور مثل أهل البيت بزيارة لم تصدر من المعصوم؟ نعم، يجوز، كل ذلك جائز. أنت تستطيع أن تقف مثلا أمام أي معصوم وتخاطبه وتحكي وياه باللهجة الذي أنت تستطيع ماذا؟ أن تتكلم بها. لكن إذا كانت هنالك زيارة مخصوصة واردة عن المعصوم، فيستحب أكثر ماذا؟ قراءة تلك الزيارة الواردة من الإمام المعصوم. السيدة فاطمة المعصومة لها زيارة خاصة ذكرها وقالها الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا، وقالها لأحد أصحابه سعد القمي أو الخزرجي، فقال له: يا سعد. طبعا هذه الرواية أيضا ذكرها الأخ، حتى لا جماعة يقولون الشيخ قاعد يكرر، الأخ يعني أيضا ذكرها العريف عريف الحفل. ونعم يعني قد سمعتم هذه الرواية. قال له: إن لنا قبرا عندكم. ثم قال: هو قبر فاطمة المعصوم، من زارها عارفا بحقها، انظر، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. وكذلك ما قال الإمام الجواد سلام الله عليه: من زار عمتي فاطمة وجبت له الجنة. هذه الروايات الموجودة. يعني الإمام الصادق والإمام الرضا والإمام الجواد بيّنوا أجر وثواب زيارة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. النقطة الرابعة أو الميزة الرابعة التي امتازت بها السيدة فاطمة المعصومة أن هذا القبر والمقام هذا نسبته صحيحة لهذه السيدة فاطمة المعصومة. يعني أنت لو تطالع التاريخ تجد أن المشهور بين أعلامنا يقولون بأن السيدة فاطمة المعصومة دفنت في هذا المكان، في قم، وفي هذا المكان. هذا كان في السابق كان عبارة عن بستان للأشعرية، وموسى الأشعري قد دفنها في هذا ماذا أيضا في هذا المكان، ولا أحد يناقش في ذلك. طبعا أنا هنا أريد أن أشير إلى نقطة، وإن شاء الله لا أطيل عليكم، شوي خلي بالك يمي. الآن نحن نشاهد الكثير من القبور زين المنسوبة لأهل البيت، لبناتي وأولادي الأئمة لأهل البيت. هل أن هذه القبور كلها صحيحة؟ يعني هذا الآن أنت وين ما تروح تلقى في إيران، في العراق، في لبنان، في سوريا، وحتى في أفريقيا تلقى أنه قبور منسوبة لبنات الحسن، بنات الإمام الحسن. هنا في العراق في النجف بنات الإمام الحسين، أو مثل أولاد الإمام جعفر، نعم يعني أولاد الإمام جعفر الصادق، أولاد الإمام موسى بن جعفر. هل أن هذه القبور صحيحة النسبة؟ يعني نحن نصدق كل ما شفنا فرد قبر منسوب إلى واحد من أبناء أو بنات الأئمة فلا بد أن نصدقه. وهذه الحالة في حالة تزايد. يعني أنت الآن يومياً يطلع عندنا ماذا؟
قبر منسوب إلى مثلا بنات الإمام الحسن، أو مثلا إلى بنت للإمام الحسين، أو مثل أبناء الإمام الكاظم سلام الله عليه. وأنا قرأت مقالة قبل عدة سنوات، أحد الكتاب الإيرانيين يقول قبل نجاح الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 كان عدد القبور المنسوبة لأبناء الأئمة أو بنات الأئمة اللي هنا يسموه إمام زادة كان عددها قليل، ولكن بعد نجاح الثورة الإسلامية مباشرة زاد هذا العدد إلى 3000 قبر. هذه المقالة كتبت تقريبا قبل 20 سنة. الآن لعله عدد القبور المنسوبة لبنات وأبناء الأئمة قد يكون زاد على هذا زاد على هذا العدد، وهذه ظاهرة غير صحيحة. وفي حالة تزايد يعني يوميا يخرج عندنا ماذا؟ قبر هنا بنت الإمام الحسين، وذاك قبر ينسب إلى بنت الحسين، وذاك قبر ينسب إلى بنات الإمام الحسين، أو قبر ينسب مثلا إلى بنت للإمام الحسين سلام الله عليه. ولكن حينما تأتي وتدقق وتبحث تجد أن هذا القبر لا أساس له أبداً. نحن إذا أردنا أن نعرف هل أن هذا القبر صحيح منسوب إلى بنت الإمام الحسن أو إلى بنت الإمام الحسن، لابد أن نرجع إلى التاريخ، لابد أن نسأل العلماء نجد هل أن الإمام الحسن كان عنده هكذا بنت أو لا. ولعله الكثير من هذه القبور ومن هذه المراقد هي قد بنيت على منامات. واحد يشوف منام ويأتي ويبني قبر، ثم القضية تتطور. أنا أتذكر ذهبنا إلى لبنان إلى بعلبك، يوجد هنالك قبر منسوب إلى السيدة خولة بنت الإمام الحسين سلام الله عليه. أنا شخصياً سألت هذا الشخص المسؤول حسب تعبيرنا القيم مسؤول على هذا القبر، قلت له هذا القبر شنو؟ الإمام الحسين ما عنده بنت اسمها خولة، ما يعني أنا لما تراجع كتب التاريخ، كتب التراجم، كتب النسب، ما عندنا أن الإمام الحسين عنده بنت اسمها خولة. فهذا القبر شنو تاريخه؟ شنو أصله؟ قال قبل سنوات، قال طبعا هذا المكان كان هو عبارة عن بيت لأحد الصلحاء، أحد الأشخاص الخيرين المتدينين هناك. بنت هذا الشخص رأت في المنام أن هنا في بيتهم هنالك طفلة مدفونة وتقول لهم أنا اسمي خولة وأنا بنت الإمام الحسين، ويوجد جنبي هنالك ساقية ماء وهذا الماء جاي يأذيني. فقالت لأبيها قصة المنام الحلم الطيف، فعند ذلك يقولون بأن أباها حفر هذا المكان، ففعلا شاف هنالك طفلة مدفونة في هذا المكان، فعند ذلك قام ببناء هذا المكان وسواه مزار ومقام وشيء فشيء تطور هذا الأمر، والآن مولانا صحن ومزار كبير. وهذا المزار وهذا البناء كله مبني على ماذا؟ مبني على منام. مبني على ماذا؟ على منام. أنت الآن حينما تراجع، يعني حينما تنظر الآن إلى بعض القبور المنسوبة إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، واقعاً تشمئز النفس من هذه الأسماء التي الآن موجودة. يعني في العراق موجود مثلاً قبر سميكة بنت الإمام الحسن، خضراوات بنت الإمام الحسن، هالة بنت الإمام الحسن. أي منطق هذا؟ وهل يمكن للإمام الحسن سلام الله عليه أن يسمي بنته بهذه الأسماء بهذا الاسم؟ أي منطق هذا؟ هذه كلها خرافات.
وهذه القبول لا أساس لها، لا أساس لها ولا صحة لها، وهي في حالة تزايد، في حالة تزايد. طبعا بعض الأشخاص قطعا يعني ما يعجبهم هذا الكلام، يقول لك أنت لا تتكلم، اسكت، كل شيء يتعلق بأهل البيت لابد أن تسكت، لا تتكلم، كل شيء ينسب إلى أهل البيت عليهم السلام فأنت لابد ماذا؟ لابد أن تسكت. شعائر، منامات، مقامات، قبور، ما أدري، رؤية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنت كل ما تسمع وكل ما تشوف لابد شنو؟ لا يا أخي، القضية ليست كذلك. إذا كان هنالك خطأ نقول، وهذا واجبنا أن نقول بأن هذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر خاطئ، ونحن مسؤولون على هذه ماذا؟ على هذه القضايا. يعني بالنسبة إلى الشعائر الحسينية أشوفك بعض الأعمال تصدر من بعض الأشخاص قطعاً هي قد تكون ماذا؟ مخالفة للأحكام الشرعية، ونحن لا بد أن نتبع مراجعنا ونتبع يعني علماءنا في هذه القضايا الحساسة. يعني أنت تريد أو ذاك الشخص أو جماعة يريدون أن يعظموا شعار الإمام الحسين، يريدون أن يواسوا الإمام الحسين، يريدون أن يثبتوا بأنهم من أولياء أهل البيت ومن أولياء الإمام الحسين. شو يسووا؟ كما موجودة الآن، يعني نعم هاي الأفلام مالتها يقومون بالسير على الجامر، وأنا شاهدت هذه الظاهرة في تايلاند، في العاصمة التايلاندية بانكوك، أنا شاهدتها بعيني. أو مثلا يأتون بكمية من الزجاج، هذا الجام يكسروه ويجون شو يسوون؟ ويسيرون على. أنت تريد أن تواسي الإمام الحسين، تسير على هذا الزجاج، ما علاقة هذا الأمر؟ نحن إذا ندعي بأننا من محبي أهل البيت ومن السائرين على ولاية أمير المؤمنين ومن التابعين للإمام الحسين سلام الله عليه، لا بد أن نطبق النهج الذي سار عليه الإمام الحسين سلام الله عليه، ونطبق الأهداف التي من أجلها ثار الإمام الحسين سلام الله عليه. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أنت إذا تريد أن تثبت ولاءك للإمام الحسين لابد أن تكون نقطة مضيئة في المجتمع، تلتزم بالتعاليم الإسلامية في العبادات وفي المعاملات، تكون صادقا في معاملتك، لا تغش، لا تكذب، لا تدلس. هذه هي صفات الإنسان المؤمن الذي يسير على نهج الإمام الحسين سلام الله عليه. حتى أشوف أنه مثلا بعض الأشخاص طيلة السنة هو لا يلتزم بالأحكام الشرعية، لا صلاة، لا صوم، نعوذ بالله، تارك هذه الأحكام الشرعية كلها الواجبات، وحتى في المعاملات لا يتورع في المعاملات عن الكذب والغش مثلا والتدليس، ولكن يجي في 10 محرم يقول لك أنا آتي وأبكي على الإمام الحسين. إذن خلص أن الإمام الحسين سلام الله عليه ماذا؟ سوف يشفع لي وسوف أنا أدخل ماذا؟ سوف أدخل الجنة. القضية ليست كذلك، لا بد. وأنا أتكلم في هذه الحسينية، حسينية مباركة، ونحن نحيي هذه المناسبات، مناسبات أهل البيت عليهم السلام. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. إن هذه المجالس أحبها، هذه مجالس أهل البيت عليهم السلام، فلا بد. وأنا أتكلم عن نفسي وكذلك مع إخواني، لا بد لنا جميعاً أن نتبع منهج أهل البيت عليهم السلام،
ونتمسك بأقوال المرجعية الرشيدة ولا نحيد عن أقوالها. هذه الأيام يكثر الكلام ويكثر الحديث. نحن ماذا استفدنا من المرجعية وماذا استفدنا من العلماء؟ زين، دعونا مثلا نترك التقليد ونترك العلماء. هذه الصيحات وراءها ماذا؟ وراءها أهداف وأغراض الهدف منها هو ضد مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسير على منهج أهل البيت عليهم السلام، وأن نغتنم هذه الأيام التي نحن نعيش في مدينة قم المقدسة ونزور هذه السيدة المعصومة، إذا مو يومية على الأقل كل أسبوع، حتى نحصل على الأجر والثواب. وقد عرفت هذه السيدة بأنها كريمة أهل البيت عليهم السلام بسبب المعاجز والكرامات التي رآها المؤمنون من هذه السيدة الجليلة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.